قديمة جدا مع الشرق آسيا، وأنت تقريبا الليبي الوحيد الذي تشتغل بالكونترا يعني. لا، أحب الشرق كثيرا، ودائما أقول اللي يجي من الغرب ما يفرح قلبه. روايتي تقول لي نجمة، النجمة هذه تذهب هي عبارة عن رحلة من بني غازي إلى مدينة درنا اللي هي الآن المدينتان التي بهما مشاكل كثيرة، وتتوجه إلى مصر وإلى أن تصل إلى نهاية العالم في الشرق. وبالنسبة لتايلاند هي بلاد فرح، وأنا دائما أبحث عن الفرح والكريمات الاحتفالات الكبيرة التي تنسى فيها نفسك، وحتى إن مت ذلك الوقت فلن تندم. ولغاية فرحة هي عبارة عن أن هناك فرحة قتلت، شخص فرح فمات من الفرحة، لكن لأنه مات من الفرحة استيقظ من جديد وخرج من القبر وخرج للعالم، ولكن السلطة لا تريد أن تخرج الفرحة من القلب. فتتبعت هذا الرجل ووصل الأمر أنهم خصصوا مخبر كبير ولديه تجربة كبيرة في ملاحقة الفرحة في مكان إنتاجها حيث الكرنفلات الكبيرة جدا، وذهب إلى هناك من أجل أن يقبض على الفرحة ويجلبها إلى ليبيا أو إلى أي دولة، ويقومون بتجزئتها وبيعها للناس حتى يتحكموا في مزاج الناس وفي مزاج الممثلين الكوميديين، وقالوا أن هذه الفرحة أهم من النفط وأهم من الذهب وأهم من أي شيء آخر، والدولة التي تسيطر عليها وتستطيع أن تفتتها وتبيعها وتتحكم فيها سوف تتحكم في العالم. لكن هناك في تايلاند يأتي طوفان كبير ويغرق كل شيء، ولكن الفرحة نكتفي بهذا القدر. ما تحققناش الرواية، ما احنا أنا حبيتك يعني تتداعى، ولأنك ذكي جدا في تسويق الفكرة وفي إيصالها للجمهور، وهذا جيد جدا. ولكن معناتها تم الحس الحس الصداقة هو اللي يخليني نحبسك لأنا. أما لو كان سيد تحس غير الروائي فنجم نخليك تحرق علينا، لذلك خليهم باش يمشوا يجروهم. لذلك الرواية عندما ترجمت إلى الإسبانية ترجمت بقصة البحث عن فرح، العنوان اللي ترجمها سيتحصل على درجة الدكتوراه. هو كان الشاعر أحمد يماني طبعا، مترجم إسباني آخر اثنين. عنوان الترجمة غيروه الحكاية العجيبة للقبض على فرحة. أن العناوين في أمريكا اللاتينية واللغة الإسبانية يجب أن تكون طويلة. الجنرال لم يجد من يكاتبه. نعم، هو تقليد في العناوين. المهم يقع القبض على فرحة. في كتابك ثوار ليبيون هو لم يتم القبض، لكن هناك في تايلاند. نعم. هذه الفرحة الأخرى هو اللي مش نحكيها لكم الآن حول سبب الترجمة، أنها فرحة أخرى كسبت تايلاند غالي، وكان لدي نقود جيدة، وكان هناك كأس العالم وحضرت مباراة إسبانيا وهولندا نهائية، ففازت إسبانيا فصار كل شيء في الاحتفال وفي البار وفي كل شيء بالبلاش مجانا. فأصبح عندك غنيمة. أنا كنت رصدها أريد أن أصرفها. خلال النت تحدثت مع أحمد إسبانيا، قالوا لي نبغى نترجم ونختار، بعثت لهم 3 روايات فاختاروا رواية فرحة، قالوا هذه أجواءها فانتازيا وقريبة من الواقعية السحرية وتمشي مع الأجواء الإسبانية، نبغى نترجمها. بعض المال من النقود التي سأصرفها، وقلت نفرح ناشف مش مشكلة. هذا طيب، هذه الفرح سأعود إليه.
لكن في كتابك الآخر اللي هو ثوار ليبيون في الحقيقة يعني كتبت كلام جميل جدا ومؤثر جدا في تلك الفترة من الانتفاضة الليبية، وهو بحثك يعني هذا الفقدان الذي وجدته للخوف، وكنت تركض يمينا وشمالا تبحث عن الخوف وكيف سأعيش بدون خوف. ثم هذه الرواية تتحدث عن الفرح. هل عاد الخوف من جديد؟ هي عندما قامت ثورة ليبيا أنا كتبت كتاب صغير يرصد الأحداث الأولى للثورة، عبارة عن عند شهر 5 في 2011، الثلاث شهور الأولى من الثورة اللي هي الثورة الحقيقية والتي كان فيها الشعب كتلة واحدة ولم تحدث بينهم أي مشاكل ولم تغيرهم السياسة والليبيين الذين في الخارج أو في الداخل والشرق والغرب كتلة واحدة. ولكن بعد ذلك الثورة قد ترام أن الثورة ضاعت والشعلة التي بدأت بها انطفأت، وكتابي هذا أعتبره كتسجيل موقف من الثورة وكرأيي فيها منذ البداية، لأن أعرف أن كل الثورات يحدث فيها تغيرات في الرأي مثل السياسة كل يوم برأي آخر. أنا أحببت أن أسجل رأيي من خلال هذا الكتاب، وذلك برصد المشاهد التي في الشوارع وراحة الناس والصور والكتابات التي على والأغاني التي يغنونها والأحاسيس الجياشة التي شعروا بها، وهو الكتاب صغير. نعم، النقطة السؤال أنا